السلام عليكم. اللهم ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. لما الكرسي يعميك والمنصب ينسيك انك بني آدم، ساعات الدنيا بتضحك للبني آدم قوي، تلاقيه اتقلب كده وبقى شايف نفسه قوي وشايف الناس مجرد أرقام ملهاش عازة. بيلبس البدلة الشيك قوي والماركة الغالية قوي ويمشي ماشية كده كلها غطرسة وكأن الأرض مش شايلاه. لو حد قال له أرجوك ساعدني أو اخدمني، يلف وشه الناحية التانية ويعامل الناس ببرود وقرف. النهاردة هنحكي عن الناس النوعية دي، ازاي الغرور والكبر بيعزل صاحبه كده في برج عالي قوي لحد في النهاية ما يقع على جدور رقبته. التكبر ده مش مجرد صفة وحشة، لا، التكبر ده مرض نفسي حقيقي بيمسح إنسانية البني آدم وبيخليه يعيش في وهم كبير قوي. البني آدم المتكبر ده بيبقى عامل زي اللي واقف فوق جبل كده، شايف الناس كلها صغيرة وناسي إن الناس برضو شايفاه حتة نملة فوق الجبل. المشكلة الكبيرة بتبدأ لما الشخص ده يمسك منصب كبير أو ربنا يفتحها عليه كده، فتلاقيه قفل بابه في وش الناس وفي وش الغلابة تحديدا، وأي حد محتاج خدمة وبقى يتعامل بمنطق أنا ومن بعد الطوفان. الكبر بيخليه يحس إن نجاحه ده بعبقريته هو بس، وبيتجاهل إن ربنا هو اللي سبب الأسباب وسخره لخدمة الناس. الصدمة بتيجي بقى إن المتكبر ده بيبقى أعمى، مش بياخد باله إن الناس اللي حواليه بينافقوه عشان مصلحة أو خايفين من سلطته أو يعني، ومحدش فيهم بيحبه أصلا بجد. التواضع مش معناه إنك تقلل من قيمتك، بالعكس، التواضع هو الشياكة الحقيقية والنضج الصحيح كده اللي بيخليك تكبر في عيون الناس بجد. وعشان كده احنا محتاجين نشرح الوجع ده ونفهم ازاي الكبر بيموت صاحبه بالبطيء وهو لسه عايش وسطينا. الدنيا اصغر بكتير قوي من ان احنا يعني نتفزلك على بعض، واللي بيتعالى على الناس بكرة هيتمنى منهم سلام ومستحيل هيلاقيه. هديك مثال كده من الواقع. افتكر كده دكتور شريف اللي كان ماسك منصب إداري وطبي حساس جدا، وكان بيمشي في الممرات كده في المستشفى ما يردش السلام على حد. كان أي حد يجيله يطلب خدمة أو واسطة أو أي حاجة عشان مريض تعبان مريض غلبان يرفض بغضرسة ويقول أنا ما بخدمش حد وما بحبش وجع الدماغ حتى لو أنت غلبان. دارت الأيام يا بيه وشريف ده جاله مرض نادر قوي واضطر إن هو يسافر بره ويتنازل عن منصبه عشان رحلة العلاج الطويلة دي. لما رجع في النهاية بلده لقى نفسه محتاج موافقة عادية جدا جدا من جهة حكومية عشان يكمل علاجه، والكل كان بيعطله ومحدش معبره، الكل شايل منه. ساعتها بس حس بالذل وعرف ان خدمتك لخلق الله هو الرصيد الوحيد اللي هينفعك لما تقع. طيب تأثير الموضوع ده ايه على الواقع؟
أول حاجة كسب قلوب الناس وبناء علاقات حقيقية وصادقة وعمرها طويل. البني آدم لما بينظف قلبه من الكبر ويعامل الناس ببساطة بيتحول لشخص مريح والكل بيتمنى يقرب منه. الناس بطبيعتها بتشم ريحة التكبر من على بعد وبتنفر من الشخص اللي بيحسسهم بالدونية والنقص. لما بتفتح بابك كده للناس وتسمعهم بجد، انت بتبني جسور حب حقيقية مش قايمة على مصلحة وقتية أو نفاق رخيص عشان خاطر منصبك. الشخص المتواضع لما بيمشي في الشارع بين الناس أو يدخل مكان، طاقته الإيجابية بتسبقه والناس بتشيله في عيونها وتدعيله من ظهر غيب زي ما بيقولوا. العلاقات الصادقة دي هي الظهر والسند اللي بتلاقيه واقف معاك في وقت الأزمات لما كل الأضواء والفلوس بتختفي. المحبة في النهاية دي كنز حقيقي وغالي جدا، ما تقدرش تشتريها ولو بفلوس الدنيا كلها. ما بيعرفش يملكه غير اللي عايش بقلب نقي وعارف ان الكل ولاد تسعة. في النهاية السيرة الطيبة هي اللي بتعيش للبني آدم، والشخص المتواضع بيسيب وراه أثر ذهب مستحيل الأيام تمسحه. تاني حاجة راحة البال والتخلص من ضغوط المظاهر والمنظرة الفارغة المتعبة. دي يعني أهم جزئية موجودة عندنا. المتغير والمغرور دايما عايش في سجن من صنعه، تعبان ومرعوب طول الوقت عشان يقدر يحافظ على البرستيج والصورة الوهمية اللي رسمها. تلاقيه شايل هم كل حركة وكل كلمة وخايف يغلط أو يظهر بشكل عادي كده قدام الناس للناس تكتشفه يفقد هيبته المزيفة دي اللي هو عايش فيها. التخلص من الغرور ده بيديك رخصة كده إنك ترتاح وتعيش حياتك ببساطة وبتلقائية من غير حسابات معقدة بتهد جبال. مش هتبقى محتاج تثبت أبدا لأي حد إنك أحسن منه، ولا تدخل في سباقات وهمية مع طوب الأرض عشان توري الناس شطارتك وفلوسك. التواضع بيملاك من جوه كده سلام نفسي داخلي رهيب، ويخليك راضي باللي في ايدك ومستمتع بيه جدا من غير مقارنات تقطم الظهر وتجيب المرض. لما تسيب المنظرة هتوفر طاقتك وصحتك للحاجات اللي هي بتسعدك بجد، مش للحاجات اللي انت بتعملها عشان تغيظ بيها غيرك. ثالث حاجة فتح أبواب التعلم المستمر والنجاح الحقيقي وتطوير الذات بجدية. الشخص المتكبر دايما حاسس ان هو وصل لقمة الفهم والعلم، وما فيش حد في الكون يقدر يعلمه حاجة جديدة، وده أول مسمار في نعش نجاحه. الكبر بيعمل بني آدم عن عيوبه وعن مشاكله، فبيفضل محلك سر واقف في مكانه والزمن بيسبقه وهو فاكر نفسه لسه سايق الكل. أما الشخص المتواضع فعارف ومقتنع إن الحياة مدرسة كبيرة، وإننا بنفضل نتعلم ونغلط لحد آخر يوم في عمرنا. التواضع بيخلينا نسمع للصغير قبل الكبير وتاخد النصيحة كده والخبرة من أي حد حتى لو كان أقل منك في السن أو في المركز الاجتماعي. بيخليك تشوف أخطائك بوضوح وتواجه نفسك بيها كده وتشتغل على تصليحها بمنتهى الشجاعة والهدوء ومن غير عناد فارغ.
وعشان كده المتواضع دايما متجدد وناجح وبيكبر كده في حياته وفي شغله، لأن عقله دايما مفتوح ومستعد يستقبل كل فكرة جديدة ومفيدة. رابع حاجة، نشر السلام والود والمحبة في المجتمع وتقليل الصراعات والخناقات. لو كل واحد فينا شال من دماغه كده فكرة التعالي، المجتمع حاله هينصلح، وخناقات كتيرة ومشاكل ملهاش لازمة هتنتهي فورا. الكبر والغرور هم السبب الأساسي ورا النزاعات الكبيرة والعداوات اللي بتقطع الأرزاق وبتخرب البيوت بين الناس. التواضع بيعلمنا نلتمس الأعذار كده لبعض، ونحترم الصغير قبل الكبير، وندي كل بني آدم قيمته الإنسانية من غير تقليل أو استهتار. لما بتتعامل بأدب وببساطة مع المحتاج والتعبان وتجبر بخاطرهم كده، انت بتمسح على قلب المجتمع كله وبتشيل الغل والحسد. المجتمع المتواضع بيبقى مجتمع متماسك وقوي، فيه رحمة ومودة، ومفيش صراعات طبقية مقرفة مبنية على المنظرة الكذابة. التواضع بيخلق بيئة مريحة جدا وراقية للكل، تخلي الناس تتعاون مع بعض بحب بدل ما يحاربوا بعض في العلن وفي الخفاء. خامس حاجة، انت بتنول رضا ربنا والبركة كده في الرزق وفي الصحة وفي كل تفاصيل الحياة. السبب الأهم والأعظم للتخلص من الغرور والتكبر هو إن البني آدم اللي بيتجرأ ويتكبر على خلق الله بيعرض نفسه لغضب ربنا وزوال النعمة والخراب المستعجل في حياته. القانون الإلهي في الكون واضح ومريح جدا: من تواضع لله رفعه. يعني كل ما انت نزلت براسك كده للأرض احتراما، ربنا هيكرمك ويعلي شأنك. البركة بتدخل بيت البني آدم المتواضع، وتلاقي رزقه كده فيه خير، وصحته مستورة، وعياله برين بيه، ودعاء الناس دايما بيحميه. تواضع هو المفتاح السحري اللي بيفتح لك كده أبواب القبول في الأرض وفي السماء، وبيخليك عايش في رضا ربنا ورعايته طول ما انت ماشي. المتكبر دايما نهايته وحشة ومخيفة، لكن المتواضع بيفضل دايما في العالي ومستور لآخر العمر. نصيحتي ليك يا معلم، افتكر دايما ان النعمة والمنصب دول سلف ودين، وممكن يروحوا منك في ثانية. خد بالك، هي مش دايما. تاني حاجة، لما حد يجيلك طالب خدمة، ولو حد غلبان فعلا، حاول تقضيها له، حاول تساعده، ما تسيبوش كده مكسور الخاطر واقف على بابك مادام في ايدك تعملها ومش ضد القانون. تالت حاجة، بلاش مشية الغطرسة ونظرة التعالي. الأرض اللي بتمشي عليها بكرة هتدفن تحتها. رابع حاجة، عود نفسك تقول أنا آسف لو غلطت. الاعتذار شياكة وقوة، مش بيقلل من هيبتك أبدا. خامس حاجة، انزل من برجك العالي فوق واسمع للناس البسيطة، حكاويهم فيها حكمة وفيها خبرة. سادس حاجة، بطل تفتخر بفلوسك أو عيلتك قدام حد ظروفه صعبة. راعي مشاعر البشر حواليك. سابع حاجة، افتكر إن الكفن ملوش جيوب، والبدلة الشيك اللي انت لابسها كده بكرة هتتبدل بحتة قماش بيضة.
تامن حاجة، لما تنجح في حاجة قول الحمد لله، ده فضل ربنا، وبلاش نغمة أنا وبس، دي محبطة. تاسع حاجة، اسمع أكتر ما بتتكلم، وادي فرصة لغيرك يعبر عن رأيه حتى لو هو مش عاجبك. عاشر حاجة وآخر حاجة، خليك زي الشجر بتاع الفاكهة كده، كل ما زاد خيره كل ما مال غصنه كده للناس وبقى قريب منهم. في النهاية لازم نكون متأكدين إن العمر مجرد لحظة كده وبتعدي، ومفيش أي حاجة في الدنيا تستاهل إننا نتكبر على بعض عشانها. الكراسي والمناصب والفلوس كلها ديكورات زايلة، والمسرحية بكرة هتخلص، وكلنا هنقف قدام ربنا سواسية من غير ألقاب ولا حصانة. اللي بيفضل للبني آدم بجد بعد ما بيرحل هو الكلمة الحلوة والأثر الطيب، ودعوة فعلا صادقة كده من قلب بني آدم بسيط انت جبرت بخاطره وساعدته وهو محتاج. التواضع مش ضعف ولا قلة حيلة، التواضع ده أعلى درجات الشياكة والجدعنة والرقي الإنساني اللي يعني فعلا اللي بيعيش معاك العمر كله. عيشها ببساطة وافتح قلبك وبابك للناس، وخلي فعلا كده كتفك دايما حنين وسند للكل، وسند لأي واحد يلجأ له من بعد ربنا سبحانه وتعالى. لما بتفرمل كبريائك وتوقفه هتكتشف انك انت بقيت بني آدم أسعد وأهدى وأقرب لرب العالمين ولنفسك وللناس اللي حواليك كلهم. خليك دايما كبير بأصلك وبتواضعك، مش بمنصبك ولا مظهرك، عشان تفضل دايما غالي وكبير في عيون الكل لحد آخر يوم في عمرك. الله أكبر. تحياتي لكم، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.